السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عماد. سوف نتطرق في هذا الموضوع أخواني إلى مسألة الاحتفاظ بالبيض العصفورة، سواء كنري أو حسون أو أي نوع من العصافير التي نربيها في وعاء ملأ بالحبوب العادية للعصفور، ووضع مكان البيض الحقيقي بيض بلاستيكي. والغاية من ذلك أخواني هو ضمان نمو الفراخ مع بعض في وقت واحد. في البداية أخواني يجب علينا إحضار وعاء الحبوب الذي كما نشاهده الآن، وكذلك إحضار بيض بلاستيكي يباع في السوق. وعندما أخواني تبيض الأنثى أول بيضة لها، نضع البيضة البلاستيكية مكان البيضة الحقيقية، وحفظ البيضة الحقيقية في الإناء الحبوب عمودين، أي من الرأس المدبب هكذا كما نشاهد في الصورة. وفي اليوم الموالي عندما تبيض الأنثى البيضة الثانية أخواني، نضع مكانها البيضة البلاستيكية عفوا، ووضع البيضة الثانية مع البيضة الأولى في الحبوب هكذا عموديا. نعيد الكلمة من خلال الرأس المدبب. وعند الانتهاء من وضع البيض أخواني من عند الأنثى، يتم إرجاع البيض الحقيقي إلى العش، وننتظر حتى يتم فقس البيض وإخراج الفراخ، وسوف تنمو إخواني الفراخ مع بعض في وقت واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.